بعد منتصف الليل تسلل لص إلى منزل عجوز عرفت بثرائها، فوجدها مستيقظة، فاقترب منها مهددا وقال: إياك والصراخ. فردت عليه: لن أصرخ، لأنني أعلم أنك لست مذنبا، وإنما ظروف الحياة القاسية هي التي دفعتك للسرقة، بل قد يكون لديك أطفال تريد إطعامهم. اسمع، خذ كل مالي ومجوهراتي، لا حاجة لي بها، فأيامي باتت معدودة، ولكن أرجوك قبل مغادرتك لي عندك طلب. نظر اللص إلى العجوز محدثا نفسه قائلا: يبدو أنها فقدت عقلها، سألبي طلبها مقابل مالها. ثم قال للعجوز: هات ما عندك. فردت العجوز: كل يوم أرى فيما يراه النائم أنني أمشي على حافة صخرية، وفجأة أوشك على السقوط، فأصرخ بأعلى صوتي: يا كريم أنقذني، يا كريم خلصني. فما تفسير ذلك برأيك؟ حك اللص رأسه وسألها بلهفة: من كريم؟ فأتاه صوت غليظ خشن من خلفه يقول: أنا كريم جارها. نظر اللص وإذ برجل عملاق يقف خلفه، فابتسمت العجوز قائلة: لا تقص عليه يا كريم. فصاح اللص: اضرب يا كريم اضرب، أجئت أسرق أم أفسر أحلاما؟